جاء وشو بدي أسوي؟ أنا طبعت هنا تصريح لسفيرة أمريكية كانت موجودة في مصر ما بين سنة 2011 و2013 اسمها آن باتريسون. هذه كانت سفيرة في مصر، سفيرة أمريكا في مصر. صرحت تصريحات كثيرة، من ضمن تصريحاتها يعني تصريحات جديدة تتكلم فيها إنه الجيش المصري هو الذي أطاح بالرئيس مرسي ولربما سيطيح بالرئيس السيسي حاليا. يعني بعض التصريحات اللي أثارت غضب بعض السياسيين اللي موجودين في مصر، ومن تصريحاتها إنه مصر تتلقى سنويا مساعدات مالية من أمريكا مقدارها 1300 مليون دولار، منها 500 مليون دولار يذهب إلى الجيش المصري. يعني حصة هدول لفين؟ للجيش المصري. يعني هذه لابد إنه احنا نشملها مع ما سأقرأه هذا التقرير لصحيفة اسمها صحيفة الأنباط الأردنية، وهي صحيفة يومية تتكلم وتقول، سأقرأ النص حتى أنه يكون الكلام من لسان شخص محسوب عليهم مش من لساننا. يعني تقول هذه الصحيفة كالآتي: صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باتريسون أن عودة اليهود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الموعد من النيل إلى الفرات. تتكلم من فين؟ من النيل للفرات، وشو بتشمل معها؟ مصر، يعني جزء كبير من مصر. صارت وشيكا، وأعلنت بكل فخر أنها لعبت دورا محوريا وخطيرا حقق لشعب الله المختار التنبؤات التي قبلت أو قيلت عنه بصورة تعتبر إعجازية. يعني هي ساعدت في أن تتحقق النبوءات الموجودة عند بني إسرائيل. كما أنها أعلنت أن المصريين لن يمانعوا في عودة اليهود يعني لمصر، بل سيتوسلون إليهم لكي يعودوا إلى مصر وينشلونها من الفقر والمجاعة بعد إعلان إفلاس مصر الوشيك. شو يعني؟ يعني الفقر والإفلاس الذي سيحل بمصر شو ماله؟ يعني محسوب حسابه من فترة طويلة بعد إعلان إفلاس مصر الوشيك والمتوقع خلال فترة وجيزة. وعند سؤالها عن الحرب العسكرية في حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية، أكدت أن إسرائيل قد تحملت الكثير من الاستفزازات والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول، وأنه في حال اضطرت إسرائيل إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد، وأنها ستكون الحرب الأخيرة هار مجدون. يعني هم يتكلموا على حرب اسمها هار مجدون، احنا عندنا اسمها الملحمة الكبرى التي ستشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والناتو وكافة الدول المحبة للسلام لأجل إحقاق الحقوق إلى أصحابها. يعني مصر حق من حقوق اليهود كما تقول، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست ضدهم في المنطقة، بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضرا وتقدما وثراء منهم. ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء، وسيكون البقاء للأقوى بالطبع. وعن تجربتها في مصر أكدت أنها سعيدة أنها جاءت إلى مصر لتكمل ما بدأته شقيقتها الكبرى السفيرة السابقة مارغريت سكوبي، وأن الأسماء لا تعني شيئا طالما أن الهدف واحد والإخلاص موحد. وكشفت أنها قد أقسمت عند حائط المبكى أن ترد لليهود حقوقهم. يعني أقسمت أن ترد لليهود حقهم وتنتقم لهم على تشتيتهم في دول العالم، وأن الأهل والأقارب سيعودون سويا إلى مصر والدول العربية لتكتمل العائلات
ويلتقي الأقارب بعضهم البعض، ويتم الشمل بعد مئات السنوات من المعاناة. وأكدت أنها صارت تمتلك الوثائق التي تثبت ملكية اليهود للمشاريع المصرية التي أسسوها، ثم طردهم عبد الناصر بكل وحشية من مصر وصادرت أملاكهم. وقالت أن الوثائق أثبتت أن ما يملكه اليهود في مصر يجعلهم يعودون أسيادا، ويثبت أنهم الملاك الأصليين لمصر، وليس كما زور الفراعنة التاريخ، حيث أن اليهود بالفعل هم بناة الأهرامات. لكن المصريين والعرب اعتادوا السرقة، مثلما سرقوا قناة السويس التي أممها عبد الناصر، ومثلما قامت ثورة يوليو 52 خصيصا لتأميم وسرقة أملاك اليهود، وأن التعويضات التي سيدفعها المصريون ستجعلهم يفلسون ويعجزون عن دفع أقساط قروض البنك الدولي، وأن البنك المركزي صار مفلسا، وصار المصريون لا يملكون فعليا أي شيء في مصر، وسيكون عليهم إثبات العكس، فإما القبول بالعبودية لأسيادهم اليهود شعب الله المختار، أو الخروج من مصر للبحث عن وطن بديل ربما في الصحراء الغربية. وأن مجلس الأمن بالطبع سيدعم الحق وحق شعب الله المختار في أرض الموعد من النيل إلى الفرات، وفي المقابل عودة للاجئين الفلسطينيين إلى غزة وسيناء والضفة والأردن، وسيكون القرار إجباري.